افلام شهر مايو اللي هتنزل خلاص، فاضل اقل ايام بسيطه والافلام تنزل في السينمات. يلا بينا. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم عن افلام شهر مايو اللي نازله، سواء افلام عربيه مصريه او افلام اجنبيه. هنتكلم على كل الافلام اللي نازله في الشهر مايو، وطبعا الشهور الجايه اصلا في موسم افلام، سواء شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8، موسم افلام سواء بره جوه مصر او بره مصر. فهنتكلم عن الافلام بتاعت شهر 5. واول افلام هنبتدي الافلام المصريه. فيلم المشروع اكس اللي نزل التريلر الرسمي الكامل بتاعه حوالي دقيقتين، شفنا يعني ايه حاجه، اعلان بسيط للفيلم عن معظم الاحداث اللي في الفيلم. والاعلان عجبني بصراحه، يعني ايه اعلان معمول كويس جدا. وظهر نجوم، ماجد الكدواني ظهر في التريلر، وكريم محمود عبد العزيز ومجموعة من النجوم التانيين، ومصطفى غريب بجانب أبطال الفيلم إياد نصار وكريم عبد العزيز وياسمين صبري وهنا الزاهد. فالفيلم شكله حلو يعني، والأكشن بتاعه حلو، وصورة جديدة بنشوفها. فمتحمس للفيلم وإن شاء الله هيبقى فيلم حلو. اتفرج عليه وهنقيمه لما ينزل. الفيلم اللي بعده فيلم ريستارت من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد، والتريلر الرسمي نزل بتاعه. وشوفنا برضه ايه اللي هو فيلم كوميدي بيتكلم على الانترنت، الناس اللي بتشتغل على الانترنت وبتعتمد على اللي هي بتقدم محتوى. وباسم سمرة بيظهر اللي هو بيكتشف نجوم وبيقدم لهم برامج على الانترنت، بيعملوا زي كونتنت كريشن، محتوى. فبيتكلم عن كده والانترنت هيفصل ولازم تعمل ريستارت. فبيتكلم ده حوار الفيلم عن الانترنت وتقديم المحتوى والحاجات بقى الترند والحاجات اللي بتحصل على الانترنت. هو فيلم كوميدي، هنشوفه ايه اللي هيحصل فيه. والفيلم ده هينزل يوم 29/5، وفيلم مشروع اكس هينزل 21/5 قبل العيد الكبير. الاتنين هينزلوا، والفيلمين سواء فيلم اكشن وفيلم كوميدي. ندخل بقى على الافلام الاجنبيه اللي هتنزل. اول فيلم معانا فيلم بامبي A Tale of the Life in the Woods. الفيلم دوت نازل يوم 14/5، يعني خلاص نازل اخر الاسبوع ده. الفيلم اللي بعده فيلم فاينل ديستنيشن، النهاية الوجهة النهائية. ده هينزل يوم 15/5 نهاية الاسبوع برضو، اللي هو بقى النهاية الحتمية. هو فيلم كئيب جدا، بيتكلم عن النهاية السيئة جدا. الفيلم اللي بعده فيلم هاري اب تومورو، هينزل يوم 15/5. وفيلم المنتظرين كله فيلم ميشن امبوسيبل فاينل ريكونينج، ده هينزل في امتى؟ هو المفروض هينزل مهرجان كان هيبتدي يوم الخميس 15/5، والفيلم ده هينزل يوم 21/5. طبعا متحمسين للفيلم ده، هنشوف ايه اللي هيحصل فيه في الجزء الجديد. شكله جزء اخير، مش عارفين تقريبا يعني. والفيلم اللي بعده فيلم ليلو اند ستيتش، هينزل يوم 22/5. هو فيلم انيميشن بيتكلم عن طبعا الناس اللي متابعه الكرتون القديم بتاعه والانيميشن بتاعه. الفيلم ده حلو جدا من انتاج ديزني، هينزل 22/5. الفيلم اللي بعده فيلم كاراتيه كيدز، هينزل يوم 29/5. هينزل فيلم كاراتيه كيدز، هو فيلم برضه حلو بيتكلم عن الكاراتيه، الأطفال، الشابة اللي طالعة، ففيلم حلو برضه. الفيلم الأخير معانا فيلم هوم سويت هوم، وفيلم جديد وشكله حلو برضه، الإعلان بتاعه لطيف. الفيلم ده هينزل يوم 15/5، هينزل 15/5 آخر الأسبوع. فدي الأفلام اللي نازلة في شهر 5. وجهة نظري يعني الأفلام اللي متحمس لها هو فيلمين ريستارت وفيلم المشروع اكس، بس مشروع اكس اكتر واحد متحمس له. وفيلم ميشن امبوسيبل ذا فاينل ريكونينج اللي هينزل في 5، هينزل 21/5. وهينزل طريقة مهرجان كان اللي في اخر الاسبوع ده من 15/5، فهيتعرض في مهرجان كان، بعد كده هينزل في السينمات 21/5. فده الافلام اللي انا متحمس لها. فاكتب لها في الكومنتات ايه الافلام اللي انت متحمس لها من افلام القايمه ديت، وايه الافلام اللي منتظرها في الشهور الجايه. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. تابعني على السوشيال ميديا، لينكات في الديسكريبشن، واشوفكم في حلقه جديده. سلام.